56-2 أول مرة. اكشن. 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 ستوب. مساء الخير عليكم. مصادر السيناريو، وقلنا من أين يأتي السيناريست بقصة الفيلم، وإيه الشروط اللي يجب أن تتوافر في القصة عشان تصبح فيلم. وطبعا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المصدر الأول وهو القصص الأدبية. المصدر الثاني اللي يقدر السيناريست من خلاله إن هو يجيب الفيلم هو الأحداث العامة. يعني أحداث عامة زي الزلزال مثلا اللي ضرب مصر في التسعينات، الحوادث الإرهابية اللي بتحصل، الفتن الطائفية اللي حصلت. ساعتها ممكن السيناريست انه يستغل هذه الأحداث في استنباط فكرة رئيسية يبني عليها عدة أفكار فرعية تمثل انطباعات وآراء وتأثيرات هذا الحدث على مجموعة من أفراد المجتمع. المجموعة دي هي اللي بتمثل أبطال العمل السينمائي. وطبعا الأمثلة هنا زي كراكون في الشارع اللي كان بيتكلم عن مشكلة انهيار العمارات والمقاوي والمعيشة داخل المأوى، وارتفاع طبعا أسعار المساكن. زي الإرهابي، ودي كان في فترة من الفترات في التسعينات كان في إرهاب، وكان في قتل وحوادث إجرامية بتحصل مع السياح أو مع المثقفين اللي موجودين في مصر. المصدر الثالث وهو الاقتباس من التاريخ. لحظات الفوز، لحظات الهزيمة، الثورات، الأعمال البطولية، قصص من الفداء، قصص من الغدر والخيانة. عندك الحروب الصليبية، فتح بيت المقدس، قصة صلاح الدين، تاريخ مصر الحديث، شخصيات تاريخية تقدر ان انت تاخد منها وتعمل فيلم. وطبعا الامثلة زي الناصر صلاح الدين ومعارك الصليبيين، زي فيلم وإسلاماء اللي كان بيتكلم برضو على فترة مهمة من فترات حكم مصر للمماليك. المصدر الرابع وهو المشاهدات اليومية. كان بيدرسوا لنا في المعهد انه السيناريست ده عبارة عن ملقاط، عين وودان. طول ما هو في اليوم بيشوف احداث وحاجات ممكن تعدي على الناس بمرور الكرام لكن ما بتعديش عليه. هنا هنشوف من خلال حياتنا اليومية بنشوف حاجات كتيرة. هندي مثال او مثالين. المثال الاول من فيلم الفتوة، كان انتاج سنة 1957 والاخراج لصلاح ابو سيف، وكان بيرصد فيه يوميات السوق واللي بيحصل فيه، وطبعا مشاهدات يومية. التاني كان من فيلم باب الحديد انتاج 1958 واخراج يوسف شاهين، وفيه كان برضو بيرصد الاحداث اللي بتحصل في محطة القطار. صورة من الفتوة وصورة اخرى من باب الحديد. المصدر الخامس الخيال والفانتازيا. طبعا الخيال اما انه يكون علمي، يعني ان هو في يوم من الايام ممكن يتحقق، وفي الحالة دي يبقى السيناريست هنا تنبأ بيه مسبقا، واما انه يكون فانتازيا غير قابلة للتحقق لكن بيقوم بيها السيناريست عشان يوصل معنى معين او هدف معين للجمهور. المثالين اللي موجودين قدامنا للسيناريست الجميل ماهر عواد في فيلمين رائعين بصراحة. فيلم يا مهلبية يا انتاج 1991 واخراج شريف عرفة، وفيلم الحب في التلاجة انتاج 1992 واخراج سعيد حامد. ده فيلم يا مهلبية يا، وده فيلم الحب في التلاجة.
المصدر السادس، الأغنية. الأغنية المكتوبة ممكن تكون وحي ملهم للسيناريست، اللي نتكلم طبعا على السيناريست الفني، ومنها يقدر ينسخ حدوتة صغيرة تنفع تكون نواة لفيلم سينمائي. وفي محاولات كتيرة تمت في الإطار ده، منها قديم قام بيه المخرج الكبير أحمد بدرخان لما قام بتحويل أوبرا عايدة إلى فيلم سينمائي. كان كتب فكرته وقتها الأستاذ عبد الوارث عصر، وقامت ببطولته أم كلثوم. وفي السبعينات برضو المخرج حسن الإمام عمل فيلمه حكايتي مع الزمان، عن قصة محمد مصطفى سامي، والمأخوذة عن الأغنية النهائية في الفيلم اللي هي أغنية حكايتي مع الزمان اللي كانت غنتها وردة. وفي التسعينات برضو قام المخرج مجدي محمد علي مع سيناريست محمد حلمي هلال بعمل فيلم بتقوم فكرته على أحد أغنيات الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، وهي أغنية يا دنيا يا غرامي. ده فيلم عايدة إنتاج 1943، وده فيلم حكايتي مع الزمان إنتاج 1974، وده فيلم يا دنيا يا غرامي إنتاج 1995. المصدر السابع وهو الأحلام. الحلم ممكن يكون أحد وسائل الدراما اللي بيعتمد عليها السيناريست أو الكاتب. قد يكون حلم شخصي له، أو إنه بيستخدم طريقة الحلم للمفاضلة بين طريقين. في تجربة مهمة هنا، من تجربتين هناخد تجربة قديمة وتجربة جديدة. التجربة القديمة عملها الأستاذ شاهين في الفيلم الرائع بابا أمين إنتاج سنة 1950. أما من التجارب الحديثة فهو اللي قام بيه الكاتب أحمد عبد الله في فيلم الفرح، واللي أخرجه سامح عبد العزيز عام 2009. ده مشاهد من فيلم بابا أمين، وده مشاهد من فيلم الفرح. المصدر الثامن وهو الأمثال الشعبية، زي مثلا من طلع من داره واتقل مقداره، لو كان في خير ما كرم الطير، عادت ريمة لعادتها القديمة، حاجات زي كده. الضرب في الماء حنوم، الظالم عبادة، يموت الزمار وإيده بتلعب. أمثلة كتير جدا تقدر ان انت من خلال هذا المثل ان انت يجيلك الهام ووحي بفكرة تبني عليها فيلم سينمائي. احيانا قد يسمع السيناريست مثل شعبي او يصادفه فيحيله بفكرة. يبقى لان الامثال الشعبية غالبا بتكون مرتبطة اساسها بحدث حصل فعلا وصار من العلامات. في طبعا افلام كتيرة مليانة امثال شعبية، زي فيلم قمر 14 انتاج 1950 اخراج نازي مصطفى. اما بقى الافلام اللي قامت عليها الامثال، زي منها على سبيل المثال الستات ما يعرفوش يكذبوا انتاج 1954 اخراج محمد عبد الجواد. منها برضو اريد حلا انتاج 1975 واخراج سعيد مرزوق. الستات ما يعرفوش يكذبوا، قمر 14، اريد حلا. المصدر التاسع هو المكان المميز او الغريب. غرابة المكان او تميزه توحي للسيناريست بنسخ قصة تدور حول المكان، يعني ممكن المكان يكون هو البطل. وطبعا الامثلة في السينما المصرية كتيرة، منها على سبيل المثال فيلم البداية مثلا للمخرج الكبير صلاح أبو سيف انتاج سنة 1986، واللي دارت احداثه بالكامل في واحة مجهولة. فيلم قلب الليل للمخرج عاطف الطيب، واللي دارت احداثه في القاهرة القديمة باشكال وطرازات مختلفة غريبة جعلت المشاهد عايش في عالم غريب عنه، وهكذا. اذا المكان قد يوحي بالقصة، مش بس كده، وقد يكون بطلا للقصة. فيلم البداية مخرج صلاح أبو سيف، وفيلم قلب الليل المخرج عاطف الطيب. شكرا لكم. قد أفشنا